والكروبة وتوبة من ليس له معنى فتوبته الندامة والخسران وكل من معنا في توبتي فخسمته مباشرة بربي ببركة حائدنا حامدنا للهدى إلى خالقنا ربنا عافينا خافرنا خابرنا وكل من تخلق بنا أمان من تيحنا بنا نافعة وسرعنا من كفر بنا خادرة أمركم سبل رشادي تابها وفي له الخافية يغفر له جاهلته بالواسعة جناته عالية خادرة تمن له الرشاد المستقيم برحمة الخالق الحزيمة لله الملك والحزم وقلت عبد بالكرم عبد ربنا والباري لأنه يميت ويحيي بخبركم يفعل ما يشاء لملكه يفعل ما يشاء دعوتكم أيها البرايا لله ورسوله في البرايا كتبته من الهجر وابسس لمن بيته بالحاج النفس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل تعالى المؤمن قال اليقين من ربه على قومه أيها آل زماني فاعلموا إني عبد الله اليقين المبارك المهدي إني محمد رسول الله وإني صاحبكم وإني خيار العالمين وإني محمد رسول الله إني خاتم النبيين في الدنيا وإمام المرسلين في الآخرة وما على رسول إلى البلاغ المبين وإني سيد الورى قلت لكم أدخلكم الله في الحساب الذي لا يخرجكم الله إلا وأنتم أجبتموني وتسلمت لي لأن جميعكم خلقكم لشخصي فقط ولا لكم خالق خير ربي وهو لم يترك ما خدر لإباء أحد الله لم يقرد نبوة المرسل لكفر الكافرين أو إبائهم ولكن ففي قدر الله ومن يريد النجاة فرديه وأخذ بها كما قدر ربه ومن يريد الخسارة فأبى قدر درجته أو ماله أو جاله وذلك يوجب الخسارة في ربه يا أيها قومي إني محمد رسول الله قلت لكم كل من ترك دعوة محمد رسول الله المهدي لاتباع نصارى أو خفته أو تكبيرا لنفسه بإجابة دعوة رسول الله فاعلم أن كل ما أخذت حتى أوجب فيك إجابة رسول الله وذلك خسارة لك لأن محمدا رسول الله لم يكن بكيد نفسه ولا هو خلق نفسه ولا جعل نفسه رسولا في الناس وذلك يجب على جميع عباد الله كل من سمع دعوة رسول قمت إليه وهو له ومن لم يفعل ذلك لخوف النفس فيكم الكفار أو المشركين والمنافقين وأنت لا تلوم أحدا باليوم الذي يأتي قيامة رسول الله لأن كل نبي المرسل من الله إلى الناس له يوم عظيم من أمر الله وفهم كبير وذلك اليوم ضيق كبير على كل من كفر أخرى من كفر محمد رسول الله ولو أن ترى منه صفة الفساد فلا يجب فيك الكفر إلى عالم الغيوب وترى ما يجب الكفر إن أنت كنت في الجهل فاعلم أن كل جاهل كان في سبيل النار إن أنت كنت في الجهل فاعلم أن كل جاهل كان في سبيل النار ومن علم رسول الله ثم تولي لشيء فأي شيء الذي اتخذه ولم تجب رسول الله وذلك لمحك إلى النار ولو كان جمع العبادات كقراءة القرآن أو صلاة أو صيام أو زكاة وإنفاق الحلال كلها باطل على من كفر محمد رسول الله وعلى من كل من كفر رسولك فلا آياتك أقرأ من نحيا محمد رسول الله في آخر زمانه وهو محمد المهدي لفلاح الدنيا والممات في علماء هذا الزمان وإيالهم لأنهم قالوا على الناس هم عالم الحق عند الله وعند رسول الله وإني رسول الله قادر معهم ثم إني محمد رسول الله دعوتهم جهرا وهم يكفرونني بفعلهم وقولهم والله أعلم حالي في قلوبهم علما مبينا ثم هم تولوا إلى النصارى ثم طلبوا نجاة في نصارى وقالوا من أراد أن يعبد الله بعبادة حسنة فليتبع نصارى هذه وهم قالوا إن الناس علما من الله حتى
ولا ناس معهم في أكاذيبهم ولا هم يتقون ربهم إلا هم يطلبون جماعة ورسا في الناس ولا هم يقلون أن رب السماوات والأرض يراهم وعلم ما في صدورهم. وبعد ذلك الله نزل محمد رسول الله فيهم لخبائثهم وهم يرون المهدي ويسمعون في قول الشيخ أحمد بامبا لأنه قال لكم إني بامبا مع رسول الله وخادمه حيث كنت وإن محمد رسول الله دعوتكم فيما بعد بامبا وهم لم يروا ما يجب الكفر بهذه لأن صلاة وزكاة وصوم وقراءة القرآن لم يكن في تاريخ الشيخ إبراهيم ولا فعل ذلك لكي يخرفونه. وقال أحمد بامبا ومن شك في حال إبراهيم فدخل النار. وقال أحمد بامبا ومن شك في حال إبراهيم فدخل النار. وقال أحمد بامبا ومن شك في حال إبراهيم فدخل النار. ولا أنتم تعلمون ذلك إن محمدا رسول الله بطريق الأول له ملة إبراهيم وفي طريق الثاني لمها إبراهيم ومحمد رسول الله. وبسبب ذلك يجب على الشيخ إبراهيم ترك الجمع العبادات ترا بإذن الله لأن محمدا رسول الله المهدي هو رسول من الله ومن لم يؤمن منهم لا يجب ترك الله ما قدر على رسوله. وأما رسول الله له العبادات من ربه أفعال أحجل صلاة وجميع من الله كصيامه وخيرها. والله يريد أن يخلق الناس بما أفضل من الصلاة وصيام وزكاة وجميع صفات العبادات. وإن لم تعرفوا ذلك هو خال رسول الله والنبيون أقرأ محمد رسول الله الذي لولاه لم يخلق له شيئا. وفي عدم الصلاة والصوم وعدم الزكاة في الشيخ إبراهيم وعلم الله جميع الدنيا أن محمد المهدي يأتي عندكم وله العبادات والإذن الذي أبقى وأحسن من جميع العبادات التي أنتم كنتم تعبدون. وهو قتل العلماء ومن قتل العلماء لم يحسن الصلاة والصيام والزكاة والورد وأقرأ الدعاء. ولا أعلم الدنيا إن بلغ وقت محمد المهدي جهرا وتنزل الشيخ أحمد بامبا لكي يحلم الدنيا نزول محمد المهدي لكي يحلم الدنيا نزول محمد المهدي. أتانا بابا قال لهم إن محمد المهدي هو عبد الله واحد. إن محمد المهدي هو عبد الله واحد. إن محمد المهدي هو عبد الله واحد وخيره ذاك عبد الله محمد رسول الله وهو محمد المهدي معنا وهو كان في جيبي وهذا كفى على مجمل في قول بامبا. وهو قال لكم أنا خيار الخير من معنا وأنتم تسمعون جهرا أم أنتم تكفرون قول الشيخ بامبا. أفلم تسمعوا قوله على الشيخ إبراهيم الذي ترك الصلاة والصيام والزكاة والورد ترا. وقال الشيخ بامبا ومن شك في صفة إبراهيم فدخل النار فلا يجب ذلك سوى هذه. يا أيها القوم فاعلموا لا يجب فيكم علم هذه فاعلموا إن محمد عبد الله اليقين والمبارك إن رسول الله إليهم ولا يجب عليهم علم شيء في شخصه أو حال شيئا إلا ما أنتم تعبدون ربكم في شخصه. لأن إن محمد عبد الله وإن محمد رسول الله وإن محمد المهدي. لأن إن محمد عبد الله وإن محمد رسول الله وأؤمن بأن محمد المهدي. لأن إن محمد عبد الله وإن محمد رسول الله وإن محمد المهدي. ومن علم ما أحجز الله فليجلس حتى ما يرى حتى ما سرى فيك. يا أيها قوم إن محمد المهدي قلت لكم خلقني الخالق بخلق عظيم وهو خلقني بكسر الغالي وعظيم أمري. وإن محمد المهدي قلت لكم كل من جلس لرجاء نجاتي نفسي في حالي فاعلم أنت خرجت نفسك لا صغيرا ولا كبيرا كل واحد منكم له ما آمن أو ما كفر لا خال أحد منهم ومن لم يزر عدم صلة إبراهيم وترك جميع العبادات ولا تفسدوا شيئا لشخص إلا وأنتم تقولون إني فلان أعلم العبادات بلا صلاة سوف تعلموا. كان إن رب العالمين ما أكبر وفوق وأفضل صلاة من صيام وزكاة والورد وجميع دعاء ومن قتل العلماء لم ينجيه جميع ما في كتبهم. يا أيها الكافرون برسول الله لأخذ كتابكم فستعلمون من أخرج التوراة والإنجيل والزبور في الإسلام لم يترك الفرقة. لأن التوراة ومثلها هي كتب رسول الله وغير أخرجها الله منه لقرر الفرقة بعد ظهور محمد المهدي.
ومن يخرف عن كفرك وإباك وخسدك لأمر المهدي في شخص محمد رسول الله فلتنظر في نفسك واعلم أنت ما خلقت نفسك وتعلم أن الخالق واحد ولا لأحد كيد بشيء ولا القدر على كل شيء كما يريد ولا من مانه بمرادي ومن لم يؤمن عند الله العبادات التي لم ينزل الله في الدنيا إلى بنزل محمد المهدي فاصبر سوف ترى قد قتلت خرماء وأنت يا كافر ذلك لأنك يعمل الإسراء لربي لجهلك ومن مات في الجهل له نار ومن تاب لله ورسوله في قدرتك ثم تندم على ما قدم من أفعال ظالم ترى أبدا ليغفر له ربه لأنه غفور رحيم وهو الذي لا ينفع أفعال أحد ولا يضر شيء على أحد وله ملك السماوات والأرض وهو الذي كل من كان بشيء فأنت لله وما كنت ولا ذو الجلال والإكرام قدر خجل محمد المهدي في هذا زمان وما لأحد القدرة ولا كيد في أمره ومن أراد أن يكون من أهل الجنة فليجر إلى عندي صريحا وذلك هو إذن رب العالمين ومن لم يرد النجاة فلنفسه ولكن أنت فاعلم أن الله أزهر محمد المهدي وهو من يقتل كل من كفر الحق أو كان مع المشركين أو المنافقين ومن لم يؤمن هذه أنا ما أخذ وحتى كفرت ذلك وفي اليوم كل من كفر هذه ولم تأتيني بآيات مبينة لتعلم اليوم المهدي ليس بفعل الحمد والحمد لله لم يخلق نفسه ولا هو فخر نفسه شيئا ومن كفر فكفر الله والله أبى من يضر نفسه في أمر محمد المهدي حتى أظهر علامة مبينة بذلك لأن من خجل العلماء لم يرسل ركوها وذلك كفى علامة في المهدي وذلك يجب على إبراهيم ترك العبادات كلها برضوان الله وإن محمد رسول الله قلت لكم في تاريخ أولي على صحبه لا نبي مهدي وما يجب ذلك سوى الله ربي على من لا يأتي إيسا إلى أن محمد رسول الله إرجيه الدنيا خائما لتهدي عباد الله كلهم في ربهم وتحصل إيسا بظلم نفسه على نصارى ولا يجب ظلم يوم القيامة على نبي المرسل ولا يجب قصد ظلم المرسل خير محمد رسول الله وأما ظالم عيسى معه في دين آدم عليه الصلاة والسلام وإن محمد رسول الله سألتكم عندما يجب فيكم سماع دعوة رسول الله جهرا ثم تولى إلى المشركين وأنتم قلتم إني فلان نويت أن أكون مؤمنا وأنصر الحق ليكتب الإسلام لله وإني فلان أطلب تحسين دين الله والله يرسل رسوله وهو يدعوكم جهرا والله يرسل رسوله وهو يدعوكم جهرا والله يرسل رسوله وهو يدعوكم جهرا وأنتم تسمعونه ولا ترون منه ما يجب الكفر إلى أنهم يتولون عنهم ثم إلى شياطينهم وهم يقولون للناس إن أعلم الحق والناس لم يعلموا أنك لم يكن فيك شيء ولكنهم يتبعون أنفسهم بذلك ثم قال الناس لك جميعنا نرجو نجاة فيك وأنت أعلمت نفسك أنك لم يكن بك شيء وأنت تكتم ذلك في الناس وأنت علمت ذلك ثم جلست بها ولا هم يقلون بخيفة على ذلك عند ربهم ولكن محمد رسول الله يختن الله جميعا ما فيهم ولو أنتم تعلمون ذلك ليأتي قبل القوم لأنهم إن جلسوا حتى يأتي أمر الله بين وبينهم لكانوا من الخاسرين وإن محمد المهدي أوصيكم بنظر حالي في حالكم أو من نظر شخصه في شخصكم ولكن أنتم فاعلمون إني صاحبكم وإني محمد رسول الله المهدي لولا أن لم يخلق الله رب الخلائق شيئا ومن آمن أو كفر هذه سواء عند رب العالمين لأنه فعل ذلك أولا قبل خلق الخلائق وله الجزاء المؤمن وإدام للكافر وإن محمد المهدي أوصيكم بأن تتركوا الكفر بحاله ووسطها في أمري أو تني في شخص بما قلت لكم لأن محمد رسول الله خلقني الخالق كما شاء وهو لم يخلقني بإذن أحد ولا مراد أحد ولا هو ترك مراده بإذن أحد ولا لأحد كي على من فعل رب العالمين في عدلي وليس لأحد رب خير ربي وإن محمد رسول الله المهدي قلت لكم من حين 56 سنة في الإسلام فعليه خيفة الكذب أخرى من خدمة الله في الإسلام في وقت السقر إلى الكبر ثم إن أرى من يقول إن فلان دعوتي بنفسي أمر المهدي وكيف بصير نصرانيا قبل دعوتي وكيف بصير نصرانيا قبل دعوتي
وكيف بصير نصرانيا قبل دعوتي وكيف بصير نصرانيا قبل دعوتي وكيف بصير نصرانيا قبل دعوتي وإن قلت لكم ما رجوت مريدا ولا خروفا ولا مالا أقرى ولدا وليس لي إقوة بعد أن نرى نصارى وكيدهم وليس لي إقوة بعد أن نرى النصارى وكيدهم وقدرتهم ثم ألمتم حمارهم وكلبهم كل من لم يهيب توبة منهم ذلك محبهم فقط يا أيها قوم فاعلموا كل من علم شيئا إن تراني علمت نفسه بنفسه إن أنت علمت شيئا في علامة محمد المهدي بالحق لترى مني علامة مبينا لأن كتبكم في محمد المهدي لم تحجب خادم صفة محمد المهدي كلها في كتاب واحد ولكن لا أعلم الحد شيء من صفات محمد المهدي وهو كتاب صادق العلامة وعلم لا أقرأ شيئا من علامة محمد المهدي وذلك كتب ما علم منها ثم علم آخر شيئا ذلك كتب ما علم منها وذلك أجريه الله في الجميع الخلائق وأبقى له ما لا يعرف المرء أبدا في محمد المهدي لأنه هو محمد رسول الله 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 ولا يجب في العبد علم صفة محمد رسول الله كلها ولا قدر على محمد رسول الله أعجل عبد في كل فن يا أيها القوم فاعلموا أن القرآن هو كلام الله وهو فريدة وما الفرقان هي سنة لأنه هو كلام محمد رسول الله بين ربه والخلائق يا أيها القوم فاعلموا أن القول لا يأتي الجواب إلا بكمال القول والقرآن كان كاملا بعده وفيه ترجل يأتي جوابه ويمشي عثمان إلى علي وقيام عثمان وكتب القرآن ليقتل عثمان وذلك حق حسن وله نجاة مبينا ولكن عثمان له حق وردا له لسو حق وردا عاشق مبين لأنه علم وجهه قبل فهله لأنه سمع قولي لأني قلت لكم لا نبي بعدي ثم قلت لكم وفي هذه دائر المتساجين هم الذين كانوا في المئة الرابحة بعد 1000 سنة وعلم الله عثمان على ذلك سلاسل تمشي الإسلام رسول الله لأن النساء والصغيرة خليل القلوب والقهر بسبب يجب أن يمسك عثمان إليهن لأنه لولا يمسك عثمان إلى آل لا يكون في دين القلب إذا يمسك عثمان إليهم ليتبرر قلوبهم وتجديد إيمانهم وإسلامهم وكذلك تجديد مقامة مصلى رسول الله لولا هو قتالانا كل من يريد صلاة لتقتري من الخيرات كلها لأنهم كل من يصلي منهم وله القيامة نفسه وذلك إن بلغت 100 سنة فخرج قريتها ولا لكم صلاة مسجد أما القرآن لا يجب خرفها إلا هو كلام الله في صدره وذلك هو الصراط المستقيم لأن الدنيا قدر الله منه ما يقدم في أول الدنيا إلى آخرها برسول كما قال رسول الله لا نبي بعدي بعدما علمني أنا عيسى ابن مريم لا ترجع إلى الدنيا في آخر زماني في بعد حاضري وسبب ذلك يجب قولي لا نبي بعدي وما بين الخجرية ولا لولا كتب عثمان أينما يدل الناس من الخجرية إلى رجوعها ومن خجلته لترجه ولا لهبة لي إلا من دام دمه للشخص ويطلب جميع ما تحبني يتفعل ذلك بعد لحب مني وذلك الحباب الحق والحباب الحق هم أمتي وإنهم سميعوا أمتي هم الذين يدلون القرآن وجميع الفروع ويتركون جميع الفحشاء لإيمان بالله وآمنا برسول الله وجميع الكتب والملائكة وتدموا بجميع الأفعال التي رضي الله عنهم ورد عنه ذلك الفقه لمن خشي ربه فلا أمة على من قدر زماني وسمعت دعوتي ثم كفرتني وهم لا يخدمون شيئا في ربهم إلا وهم يقرؤون الكتاب والقرآن بجهلهم أولئك هم الكافرون الذين يقدرون محمد رسول الله ويقدمون الله بخير الحق يا أيها القوم فاعلموا أن ذلك هم الذين خادروا محمد المهدي وكفروا به لأن الخير سادس وإن الذين خادهم إذا سمعوا دعوة الإسلام لم يكونوا خافين إلا وهم يرون ذلك حتى يعرفوا ما عند ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربي أجعلنا منه سائحا مبينا دائما إلى الجنة وهبنا منه آشخا سجدا جددا وخله من قوة وولدان مؤمنا مسلما ومسلمة خاشيه دين الله آمين دين رسول الله وتابعه الهدى ربي خطناه من خطابك ربي يا قابل أقبل دعائي برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عافينا خافرنا خابرنا وكل من تخلق أتركنا طويلنا أمرنا سهلنا بدنا وهب لنا رشدا وتوفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك محمد رسول الله المهدي عبد الله اليقين المبارك سيد العالمين. بارك عبد الحليم شيخ أحمد بامبا خادم الرسول. بارك سيدنا إبراهيم مام شيخ إبراهيم فال باب المريدين. بارك سيدنا محمد رسول الله المهدي عبد الله اليقين المبارك وعلى آله وصحبه وخدمه وأمته وسلم تسليما مبارك.